أحلى وقت لتخزين الكرنب الأيام دي في وسط الموسم، لا في أوله ولا في آخره. السلام عليكم. لقيت الكرنب في منتهى الجمال النهارده، قلت أجيب الكرنب ونبدأوا نخزنوه مع بعضينا ونعرفوا كل تكاته وإزاي نحافظ عليه بالشهور في الفريزر. جبت كرنباية ومسكت الراس بتاعتها من فوق، وطبعا بنشيلها من النص بطريقة طبعا سهلة. المهم بعد كده بنجيب المَيّة اللي بتغلي، نحط فيها معلقة سكر ومعلقة ملح، ودول بيبقوا مادة حافظة. وطبعًا مش هنحط كمون، الكمون ده لو أنتِ هتعمليه في نفس اليوم. هنحط الملح والسكر بس، ونحط الكرنباية على وشها دقيقتين 3، وبعد كده بنقلبها مجرد دقيقة. مجرد إن الورقة تطرى معاكِ بنطلّعيها على شبكة أو في قلب مصفى. ليه؟ لإن إحنا مش بنسلقه، إحنا يا دوبك بنطري الورقة عشان نقدر نقطعها ونرصها. كده إحنا عملناه وطلّعنا الورق، رصيناه على الشبكة، نزّل المَيّة بتاعته. بنبتدي نرص الكرنب على بعضه بالطريقة دهيّة، ونشيل العرق اللي في النُص، ونبتدي نقطّع زي ما أنتِ شايفة كده أهوّة، زي ما أنتم شايفين. قطّعناه يطلّع الورقة بورقتها، اللي يعمل الصُباع المحشي الورقة بورقتها. قطّعناه بقى كده على بعضه، وبعد كده بنرصهم ونبتدي نقطّعهم على مجرد إن هم يبقوا صوابع معانا. دي أول طريقة إحنا ممكن نقطّعوها. خلاص كده، بنرصّوها على بعضيها ما شاء الله بتبقى في منتهى الجمال، وأسهل طريقة لعمل المحشي. خلاص قطّعناها، في طريقة بقى تانية بنحب نقطّع بيها، ودي الطريقة اللي أنا باحبذها بصراحة. بنجيب ورقة الكرنباية على جنبها كده، بنطبّقها على 2، ونبتدي ناخد الورق اللي في نفس المقاس ونرصّهم على بعض نفس الطريقة. رصيناهم كده كمية، شوفي الكمية اللي موجودة عندِك، تبتدي ترصي كده 2، 3، 5 زي ما ييجوا معاكِ. وبعد كده تبدئي تشيلي العرق اللي هو على الحرف ده، وبعدين تقطّعي كده الطرف. طبعًا إحنا ما بنرميش أي حاجة. وكده عملنا ما شاء الله الورقة بطولها. طبعًا هنا أهوّة بتاخدي الورقة ما شاء الله بُصّي جميلة إزاي. بتاخدي الورقة بتبتدي تحشي الصُبع وتقطعي، وتحشي الصُبع وتقطعي. أنا باحب بقى دي ما شاء الله باحبها، بتبقى أسهل لي من إن هي بتبقى صوابع كده. كده في طريقتين عندِك وأسهل طريقة تقدري تعمليها. في كذا طريقة لتقطيع الورق الكرنب. طبعًا العروق دي إحنا ما بنرميهاش. لو عندِك مَيّة ليفت تبقى جميلة جدًا. بتاخدي العروق دي بتقطعي العرق على 2 أو على 3 حسب حجم العرق، وبتحدفيه في مَيّة ليفت. ممكن تاكلي منه في نفس اليوم أو تاني يوم، لإن هو كده العروق دي مسلوقة، بس إحنا طبعًا سالقينها نُص سلقة، وبتحطيها في مَيّة ليفت ما شاء الله بتبقى في منتهى الجمال. ولو ما فيش